احلى واطعم كوبيبه شامي ممكن تدوقوها هي الكوبيبه الشامي ده على طريقتي. لو اول ما تشوفوني انا دكتوره سهى، اتمنى تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك وشير. عندي كيلو من البرغل غسلته بدون ما انقعه، هضيف عليه بصله كبيره متقطعه مكعبات وابدا افرمه يا في الكبه يا في المفرمه على عين الضيقه. انا فرمته في المفرمه، وانا بفرمه بضيف عليه شويه ميه بشويه ميه عشان العجينه بتاعتي ما تنشفش. ولما افرمهم هحط عليهم ربع كيلو من اللحمه المفرومه الهبره اللي من غير دهون تماما، ورغيف ونص من العيش البلدي بليته تحت الميه وقطعته قطع صغيره. العيش البلدي بيخلي الكوبيبه تبقى ناشفه ومخرفشه وما تشربش زيت. وفرمتهم مره تانية عشان يبقوا بالقوام ده. وبعدين هحط العجينه بتاعتي في العجان او عجينه على ايدي، واحط لها البهارات ملح وفلفل اسود وكزبره مطحونه وكمون مطحون وقرفه وقرنفل مطحونين وحبان مطحون، وهبدا اعجنها في العجان او عجينه على ايدي، واضيف شويه ميه ساقعه بشويه ميه ساقعه. تقريبا الكيلو بياخد كوبايه من الميه الساقعه لحد ما العجينه بتاعتي تبقى بالقوام ده. انا بضيف حاجة لعجينة الكوبيبة الحقيقة بتخليها في حتة تانية خالص. بحط معلقة كبيرة من البابريكا المدخنة وبعجنها تاني معاها. الحقيقة بتدي طعم جميل جدا لعجينة الكوبيبة. كده عجينة الكوبيبة بتاعتي بقت جاهزة وده قوامها. هبدأ اشكل الكوبيبة بتاعتي. هاخد قطعة من العجينة في حجم الليمونة الكبيرة وهكورها في ايدي كويس، وهستعين بالميه وانا بشكل الكوبيبه. كده كورتها. هبدأ أرققها واعمل فيها حفرة علشان احط فيها العصاج بتاعي. طريقة العصاج موجودة في فيديو منفصل في القناة، وهخلي تقريبا كلها سمك واحد. وبعدين ابدأ احشيها بالعصاج، املاها كويس. افضل عجينة للكوبيبة هي اللي بتبقى كيلو البرغل بياخد 250 ل 300 جرام من اللحمة الحمراء اللي ما فيهاش دهون تماما. بتخلي العجينة مظبوطة وسلسة معاكم، وبتبقى يعني تزويدة اللحمة ما هياش ميزة يعني. هبدأ بقى اشكل وحدة الكوبيبة زي ما حضراتكم شايفين، واتأكد كويس قوي انها متقفلة كويس، واستعين بالمية ادهن وحدة الكوبيبة بيها، وابدأ اقلبها في ايدي كويس بحيث ان انا اقفل كل الشقوق وتبقى ملمس العجينة من بره املس. المية بيساعد كتير جدا انها تظبط الشكل بتاع وحدة الكوبيبة وتقفل كل المسامات اللي فيها، وده بيخليها لما تتقلم ما تشققش. كده الكوبيبة بتاعتي بقت جاهزة. هرصهم على طبق من الفل، ولما اخلص المقدار هحطهم في الفريزر. لما يجمدوا هحطهم في اكياس نايلون حسب الاكلة بتاعت كل بيت. هبدأ اقلي شوية من الكوبيبة بتاعتي في زيت مقدوح، وهتطلع عشان تطلع بالشكل الجميل ده اللي مش قادرة اقول لكم هي قد ايه مخرفشة وقد ايه ريحتها وطعمها جمال جدا. اتمنى لو وصفة النهارده عجبتكم تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم واسئلتكم في التعليقات لانها فعلا متميزة وبالهنا.